تفتكر لو واحد قال لك المصريين زمان بنوا أهرامات هتقول له ماشي، كلنا عارفين. طب لو واحد قال لك أيوة بس بنوها وهم ما عندهمش حديد ولا دولايب ولا خرسانة زي بتاعتنا ولا كمبيوتر ولا رافعات، ومع ذلك عملوا أكبر مبنى حجري على كوكب الأرض لحد النهاردة، ساعتها هتهدى وتحط إيدك على صدرك كده وتقول هو إيه اللي حصل بالظبط؟ نبتدي من الأول. ليه مفيش كتالوج بناء؟ ليه مفيش ورق من الفراعنة بيقول خطوات البناء؟ لأن بالنسبة للمصري القديم المقبرة مش مشروع بناء عادي، ده بيت الحياة الأبدية. فكتابة تفاصيل البناء نفسها كانت بالنسبة لهم حاجة غير مقدسة، فهم ما عملوش عملية تدوين هندسي زي اللي احنا بنعملها النهاردة. ده رقم واحد. ندخل على الحجم. الهرم الأكبر فيه حوالي 2,700,000 قطعة، حجر متوسط الحجر حوالي 1.5 طن، وفي حجارة 15 طن، وفي حجارة ثالثة لكسوة السطح كانت بتوصل 70 طن. ده اتعمل من حوالي 45 قرن، يعني ده مش أول امبارح. فالبناء ده مش معجزة من السماء، لكنه مشروع وطني منظم جدا. نيجي للسؤال الشهير، هل اللي بنوا أهرام الجيزة كانوا عبيد؟ لا طلع لا. لقينا مدينة العمال فعلا في منطقة الجيزة، لقينا مساكن أكل شرب لحم عادي وشغل بنظام ورديات. في ناس بتشتغل فول تايم، وفي وقت الفيضان بييجوا الفلاحين يعملوا شغل موسم، لأن وقت الفيضان مفيش زراعة، فالدولة تستغل وقت فراغهم. يبقى دي نقطة مهمة، ده مش شغل عبيد، ده شغل تنظيم دولة. ندخل على حكاية المنحدرات النظرية بتاعة المنحدر الطويل جدا اللي طوله 1.5 كيلومتر. دي كانت أول نظرية، لكن اللي اتأكدناه إنهم ما كانوش بيرفعوا الحجر تقيل في مرة واحدة، لا، ده كانوا بيعملوا منحدرات ترابية صغيرة وبيعلوها كل ما البناء يعلى. اتلاقت منحدرات في مواقع محاجر في الصعيد، وتلاقت منحدرات جانبية، وتلاقت أفكار للمنحدر الحلزوني. يعني كان فيه تنويعات كتير. الفكرة العامة إن ما فيش خطوة عملاقة، فجأة كل حاجة كانت خطوة صغيرة بتتبني على اللي قبلها. والناس إزاي جروا الحجر؟ فيه رسمة في مقبرة قديمة في بني حسن بتورينا ناس بيجروا تمثال قدامهم واحد بيرش 100 على الرمال. العلم النهاردة عارف إن 100 بتقلل الاحتكاك بين الزلاجة والرمل. يعني المصري القديم كان بيستخدم فكرة عملية واضحة. نقل الأحجار ما كانش سحر ولا حاجة، ده علم بدائي لكنه فعال. نروح للهندسة إزاي؟ كانوا مظبطين الهرم مع الجهات الأصلية، الشرق والغرب والشمال والجنوب، ده دقة عالية بس برضه مش مستحيلة. المصري القديم كان بيراقب السماء وبيستخدم نجوم للاتجاهات، وكان عنده حس هندسي وتجريبي. مش بس كده، عندنا شخصية معروفة اسمها هيمينيو، ده المعماري المسؤول عن مشروع خوفو. يعني في مهندس حقيقي ورا القصة دي، مش الهرم اتصمم لوحده. ليه الشكل هرم أصلاً؟ لأن عندهم فكرة دينية اسمها بنبن، اللي هو حجر الخلق الأول والنور الأول اللي خرج من الظلام. فكان الهرم رمز رحلتهم للسماء. الملك عايز يصعد للسماء، يعمل شكل هندسي يخدم الفكرة دي. هل في حاجات لسه مش مفهومة؟ طبعاً، وفي اكتشافات بتحصل لحد النهاردة، ومنحدرات ومحاجر جديدة بتظهر، والعلم بيكمل وبيفهم أحسن. الخلاصة، المصري القديم كان ذكي ومنظم، وكان عنده دولة قادرة تعمل مشروع طويل جدا. مش محتاجين نروح خيال ولا كائنات ولا سحر ولا تكنولوجيا ضايعة. كان عندهم سيستم عمل وإدارة وتنظيم وضمير، إنهم عايزين يعملوا مبنى يقعد آلاف السنين. والأهرامات مش دليل على قوة خارقة، الأهرامات دليل على إن البشر لما يحطوا فكرة في دماغهم واشتغلوا على خطوات صغيرة منظمة يقدروا يعملوا حاجة تقعد فوق 40 قرن. لو عايز نكمل في حلقة تانية، نعمل بقى حلقة عن مين هيمينيو ده وشخصيات المهندسين اللي ورا المشهد، ولا عايز حلقة عن المقابر اللي بتتفتح كل سنة في صعيد مصر وتغير فهمنا عن تاريخنا؟ قول لي تحت، تحب نروح فين بعد الأهرامات؟